في موقف حصل معايا لما كنت صغير اتعلمت فيه درس لا يمكن تتخيله. أغلى برطمان عسل في حياتي. كنت ساعتها بشتغل في سوبر ماركت، وصاحب المكان اسمه عم ناصر، وكان بيثق فيها ثقة عمياء لدرجة إنه بيسيب لي المكانة دي رنا. وفي يوم وأنا برتب البضاعة وقع مني برطمان عسل غالي قوي. مش فاكر المبلغ بس كان غالي إلى حد ما يعني. بصيت حواليا وأنا قلقان بشوف حد خد باله ولا لأ، وطبعا دقات قلبي كانت هتنفجر. فكرت شوية ولميت الإزاز اللي اتكسر ورميته في الباسكت، وحطيت برطمان عسل مكانه اكن مفيش حاجه حصلت. واما رجع عم ناصر بالليل ما خدش باله وانا ما قلتلوش، بس حسيت اني خسرت ثقتي في نفسي. والمشكله كل ما يبص لي بثقه وابتسامه بحس انك جايب سكينه وغريزه في قلبي، وما بقاش عندي الشجاعه الكافيه ان ابص في عين صاحب المحل. وابسط حاجه بعملها في الشغل كانت بتبقى تقيله. ايوه، خايف انه يعرف. فضل معايا الشعور ده ملازمني اسبوع، لحد ما قررت اني اتحمل المسؤوليه. وفي يوم قربت منه وقلت له بصوت هادي كده: عم ناصر، انا عندي حاجة عايز اقولها لك. انا كسرت برطمان عسل من اسبوع وخبيت عليك وحطيت مكانه برطمان تاني. انا اسف جدا. لقيت عم ناصر بصلي بصمت شوية وقال لي: انا كنت عارف على فكرة. بصيت له بصة فيها ذهول: ازاي؟ قال لي: ما انا بعد البضاعة دايما كل يوم، والاهم من البرطمان انا كنت مستنيك تيجي وتقول. قال لي: الثقة زي الازاز، لو اتكسر ممكن تلزقه، لكن الشروخ بتفضل باينة للعين. غلطتك الاولى لما كسرت البرطمان، والغلطة التانية لما كسرت الثقة، لكن لما جيت وقلت لي دي كانت بداية في انك تصلح غلطتك. من اليوم ده اتعلمت درس لا يمكن انساه: ان تمن الكدبة حتى لو صغيرة مش في الخسارة المادية، تمنها في الخوف والذنب اللي بيهلك الروح. وان الصدق حتى لو مر لحظة هو الطريق الوحيد لاحترام ذاتك وثقتك قدام نفسك.